السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. متابعين قناة أكلات من زمن فات، عاملين ايه يا حبايبي؟ أخباركم ايه؟ النهاردة هعمل معاكم طاجن فراخ بالبطاطس. حاجة كده جميلة. هعمله بطريقة يعني مختلفة شوية. هحط فيه حاجات كده هتديله طعم جميل جدا. أول حاجة زي ما انتم شايفين، جبت حلة كده وسخنتها على النار، وهحط في الحلة معلقة من السمنة. انا هعمل طاجن بطاطس بالفراخ. دي كده معلقه سمنه بلدي زي ما انتم شايفين اهي، واحط كمان معاها معلقه من الزيت. طب ليه بنحط الزيت؟ لان الزيت بيدي لون حلو للفراخ. يبقى زي ما انتم شايفين حطيت هنا معلقه من السمنه اهي، وعليها معلقه زيت. بعد كده هقول لكم على حاجه جميله جدا هنحطها، هتخلي طعم الفراخ حاجه كده روعه. ايه هي الحاجه اللي هتخلي الفراخ طعمها جميل؟ هنحط معلقه من الكزبره الناشفه. معلقه الكزبره الناشفه دي انا هحطها عشان احمصها الاول اهي. بصوا، معلقه صغيره كده من الكزبره الناشفه مليانه، هحطها عشان تاخد تحميصه في السمنه والزيت اللي انا حطيتهم دول. هحمصها كده واطلع الرطوبه منها، لان هي دي اللي هتخلي طاجن البطاطس بتاعي بالفراخ مختلف تماما عن اي طاجن بطاطس بالفراخ. انا عملته قبل كده ولما لقيته جميل حبيت ان انا اشاركه معاكم. زي ما انتم شايفين كده هسيبها بس تتحمص تحميصه كده اهي. هنا زي ما انتم شايفين اتحمصت بقى. هنزل بالقطع الفراخ بتاعتي قطعه قطعه كده. الفراخ انا مقطعاها قطع صغيره، هنزل بيها كده ومتبلاها طبعا. القطعه الثانيه ودي القطعه الثالثه ودي القطعه الرابعه. هي نص فرخه اللي انا عاملاها. طبعا مش هقلب الفراخ الا لما احس ان هي خدت لون من اليمه اللي تحت. يعني انا مش هبدا اقلب الفراخ دلوقتي خالص الا لما تاخد لون من اليمه اللي تحت، وبعد كده اغيرها على اليمه اللي تحت. في الوقت ده بقى هعمل ايه؟ معايا هنا عود قرفه. العود القرفه دايما انا بغسله من التراب. دايما بنغسل القرفه، والورق اللوري هنزل بيه برده، وفصين حبهان كده او 3. وزي ما قلت لكم انا بغسل القرفه، بغسل عيدان القرفه وبغسل الحبايين لان بيبقوا مليانين تراب طبعا. هسيبها بقى لما تتشوح كده بالطريقه دي وتاخد لون جميل. طبعا الفراخ متبله، انا متبلاها من الصبح، يعني انا مش حطاها كده وعامله فيها فتحات زي ما انتم شايفين كده. ده نص فرخه كبيره. هجيب بقى بشره كده من جوز الطيب، بشره بسيطه كده من جوز الطيب، تديها ريحه حلوه جدا. واحط لها برضو رشه كده من الفلفل الاسمر. زي ما قلت لكم الفراخ متبله من الصبح ومركونه في الثلاجه. هبدا بقى اقلب كده فيها. الريحه ما اقولكوش بقى طعمها رهيب. الكزبره الناشفه دي بقى هتديها طعم جميل جدا. شايفين المنظر بتاعها؟
هسيبها برضو تاخد لون من اليمه الثانيه. هقلبها بقى. شايفين الفراخ خدت لون جميل ازاي؟ ما اقولكوش بقى على الريحه اللي طالعه من الفراخ بسبب الكزبره اللي انا حطيتها. شايفين الفراخ لونها عامل ازاي؟ طبعا ده فلفل الاسمر والكزبره اللي انا حطاها. هسيبها كمان شويه، وعلى بال ما هي تتحمر هروح بقى اعمل الطاجن البطاطس. هنا بقى هنعمل الطاجن البطاطس. انا سايبه الفراخ ما زالت على البوتاجاز. هبدا بقى كده ارص البطاطس بتاعتي في الصينيه او الطاجن. انا عاملاها في طاجن ومش عامله كتير طبعا. عندي هنا فلفل متقطع، هاخد منه حبه كده، وهنزل بشويه طماطم برضو، وبعدين هرص بقيه البطاطس. بعد كده هنزل ببقيه الطماطم بقى، وهنزل ببقيه الفلفل. بعد كده بقى عندي بصل، هنزل بالبصل كله، شايفين المنظر كده. بعد كده بقى هجيب الفراخ وهنزل بالفراخ بقى زي ما انتم شايفين. بصوا الفراخ منظرها عامل ازاي اهو. واخده لون جميل زي ما انتم شايفين. الفراخ اهي، شايفين منظرها. وهاخد برضو كل البهاريز دي اللي في الورق اللوري بقى وده والحاجات دي، وهنزل بيهم كده السمنه دي كلها في الصينيه في الطاجن بتاعي. بعد كده هجيب معلقه، حط كوبايه واحط فيها يا اما كوبايه شوربه يا اما كوبايه ميه. دي كوبايه ميه، انا ما عنديش شوربه، فانا دي كوبايه ميه وعليها معلقتين صلصه. هحط عليها بقى ربع معلقه فلفل اسمر زي ما انتم شايفين كده، وهقلبها. واحط برده شويه ملح بالطريقه دي كده، وهقلبهم بقى كويس. بعد كده بقى كوبايه الميه بالصلصه دي او الشوربه بالصلصه هنزل بيها كده على البطاطس بتاعتي والفراخ. طبعا زي ما قلت لكم الفراخ دي متبله من الصبح، متبله بكل حاجه، يعني حاطه لها كل الحاجات اللي بتتبلوا بيها الفراخ حسب ما انتي بتتبلي الفراخ. زي ما انتم شايفين كده. وهجيب كمان كوبايه من الميه بقى، هحط كمان كوبايه ميه عشان السوا بقى. طبعا هي هتنزل كل الدهون اللي فيها. بس كده زي ما انتم شايفين اهي طاجن اهو. هبدا بقى ان انا بعد كده
هغطيه بقى بالفويل. هغطيه بقى بالورق الفويل كده وهدخله الفرن. طبعا لما هيستوي هشيل الفويل عشان ياخد ايه، ياخد لون من فوق. طبعا لما يطلع من الفرن اكيد ان انا ايه هوريه. هنا بقى الطاجن بتاعنا طلع من الفرن اهو زي ما انتم شايفين كده، خد اللون الذهبي الجميل ده، وطبعا الفراخ مستويه خالص. وده كان غدانا بقى النهارده، ده البطاطس بالفراخ اللي انا عاملاها مستويه وجميله، وده رز، وده مخلل خيار. اتمنى بقى لو عجبكم الفيديو ما تنسوش اللايك والشير واشتركوا في القناه وتفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم ايه كل جديد. يلا مع الف سلامه يا حبايبي، والى اللقاء في فيديو جديد. سلام عليكم.